في أحد الأيام دخل أشرف حكيمي إلى صفحته الشخصية، فظهرت له فتاة فأعجب بها، فقال لها: هل تأتين إلى بيتي؟ سأرسل لك سيارة أجرة. قبلت الفتاة وجاءت إلى منزله. قالت إنها جاءت فقط للدردشة معه، ولكنه حاول تقبيلها. فقالت له: أنا فتاة محترمة جدا جدا، إن أردت تقبيلي فتعال إلى بيتنا وأحضر معك 2 من الحاج. وبحسب أقوالها، فعندما حاول حكيمي تقبيلها أخذت تصرخ: ويك ويك، يا أيها الناس، يريد تقبيلي. ثم ذهبت وقدمت شكوى ضده لدى الشرطة. يا فتاة، لماذا ذهبت إلى بيته؟ أكنت تريدين مشاهدة الحج، أم كنت تبحثين عن ميناء؟ وفي الختام، أصبحت مثل هذه القضايا شائعة جدا في فرنسا. ولا ننسى قضية سعد لمجرد، وأيضا اللاعب الجزائري يوسف عطل. ولكن القانون الفرنسي يساند المرأة كثيرا حتى لو كانت مبتزة. مع أطيب التحيات. لا تنسوا متابعتي على قناتي في اليوتيوب ساخر المغربي.